عليكم ورحمة الله. بصوا يا جماعة، النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها عن المدرسين، وهوجه فيها رسالة للمدرسين عشان المدرسين بصراحة ربنا يعني ما بيعملوش الأطفال كويس، ما بيعملوش التلاميذ كويس، وكمان بيعملوا حاجات وأخطاء يعني ما ينفعش إن هم يعملوها. وأنا دلوقتي هحكي لكم حكاية عن التنمر بتاع المدرسين بقى، مش بتاع الطلبة. فانا اول حكايه احكيها لكم، يعني احكي لكم كذا حكايه. اول حكايه احكيها لكم ان اول يوم في المدرسه دي حصلت معانا، يعني مع حد من ابنائنا، بس مش هنذكر اسم المدرسه ولا اسم المدرس اللي عمل كده او المدرسه اللي عملت كده. اول يوم في المدرسه واحد من اللي قاعدين دول يعني كان بيشرب في الزمزميه، والزمزميه لسه جديده ب 50 جنيه. ماشي. والله العظيم ب 50 جنيه الزمزميه. انا اللي شاريها. هي اللي شاريها. لسه بيشرب، تقوم المدرسه واخده الزمزميه منه وحدفها من الشباك. يعني ده، هل ده سلوك يعني مدرسه وقدام الطلبه ان هي تاخد الزمزميه وتحدفها من الشباك؟ هل ده عقاب للطالب ان هو بيشرب في الحصه؟ انا عارفه ممكن يكون الطالب اخطا ان هو مثلا ما ينفعش نشرب في الحصه، بس ممكن هي مثلا مدرسه الشرب ده يستأذن منها، مش بيسمحوا لهم ان هم ينزلوا يجيبوا يشربوا، فعشان كده ماشي ممكن يكون اخطا مثلا في وجهه حتى نظره. ولو حتى لو اخطا تاخد حتى لو يا ستي عمل اي خطا او هو وزمايله او عمل دوشه أو في عقاب تاني، يعني عمل مثلا مشاغبين مثلا هم اللي هو وزمايله عملوا شقاوه وعملوا اي حاجه في الفصل، تاخد الزمزميه وتحطها جنبها او طبعا يبقى هو كده اتحرم من الايه، من الميه. اول حاجه. تاني حاجه هي علمته، يعني هو ما اتعلمش منها حاجه اساسا لما هي رمت الزمزميه الا العنف، وان هو حل المشكله بمشكله اكبر. ان حصلت لها هي مشكله، احنا رحنا المدرسه وقابلنا المدير، والمدير طبعا عمل لها مشكله، وقابلنا اللي هي المسؤوله هناك عن الاجتماعيات والحاجات دي. غير لائق من مدرسه. المفروض ما ينفعش مدرسه اصلا تاخد الزمزميه. الاطفال هيتعلموا منك ايه؟ او اللي موجودين الطلبه التلاميذ هيتعلموا منك ايه؟ انا بوجه لك رساله ان اصلا ما ينفعش انت تكوني مدرسه. المدرسه لازم تتحلى بالاخلاق علشان انت قدوه ليهم، قدوه للطلبه، عشان تعلمهم كده. ايوه عشان تعلمهم حاجه كويسه. ما ينفعش تعملي كده قدامهم. دي اول حاجه. بعد كده لو قررت السلوك ده تاني، انا هقول اسم المدرسه وهقول اسم المدرسه، ولازم هنفضحها برضه. بس مع اني مش حابه ان انا اقول الكلمه دي، بس كده ما ينفعش للمدرسه. دي اول مشكله كانت موجوده معايا. انا عايزه اقول لك ان هو اساسا مش المشكله ما حصلتش معانا احنا بس، او مش مشكله فرديه، ده هي مشكله يعني هي ظاهره في المدارس عموما، سواء كان في الابتدائي او الاعدادي او الثانوي. دلوقتي بقينا نشوف المدرسين هم اللي بيتنمروا على الاطفال، بدل ما هم اللي بيحميهم من التنمر ويتكلموا عن التنمر وان هو غلط وازاي نحمي نفسنا من التنمر، هم اللي بقى بيتنمروا على الطلبه وعلى الاطفال. صح. يعني دي حاجه غريبه قوي. احنا كنا المدرسين بتاعنا زمان كانوا هم اللي بيحتوينا، حتى لو احنا عملنا اخطاء في المدرسه او اخطاء في الفصل كان بيعلمونا ازاي ان احنا ما نعملش الاخطاء دي والعقاب ايه. انت عارفه يعني كان ممكن مثلا ايه لو الواحد غلط، كان مثلا المدرس يقول له طب وقف هنا جنب السبوره ولحد وارفع ايدك. مثلا يعني او اخد منه السندوتش على جنب ويحطه. يعني انا لسه هحكي لكم حاجات ثانيه. لسه هو دلوقتي بيعرفوا ان هو اخطا، لكن ان انا اتعامل معاه بطريقه عنيفه او كده، طب انا هعاند، انا كطفل او كطالب هعاند معاك. انت ازاي انت بتتعامل معايا اذا كنت انت بتتعامل معايا بالطريقه دي، يبقى انا مش هتعامل كده بالطريقه دي. انا ممكن استناك بره واحدفك بطوبه واقول لك زي ما انت مثلا ضيعت الزمزميه بتاعتك او اي تصرف، مش لازم الزمزميه مثلا. طب مش خلينا، دي اول مشكله. خليكم معانا يا جماعه، نقول لكم كمان تاني مشكله. هو بسبب التصرف ده اللي حصل معانا احنا شخصيا، يعني حد من ولادنا، ان احنا كنا مقررين ان احنا هننقل الولاد اللي هم اتنين مع بعض في نفس المدرسه، هننقلهم من محافظه لمحافظه ثانيه خالص. يعني احنا مثلا في محافظه معينه هو مش هذكر اسمها، كنا مقررين انا وهي، لان احنا ولادنا قد بعض في نفس السن، بسبب السلوك السيء للمدرسين وكده كنا مقررين. هو مش ده بس، ده مش الحادثه لسه هنقول لكم حاجات تاني. يعني احنا دلوقتي بنعاني اساسا من سلوك المدرسين، مش سلوك الاطفال مع بعض، سلوك العيال مع بعض. لا احنا بنعاني من سلوك المدرسين. احنا بسببهم كنا مقررين ان احنا ننقلهم لمحافظه ثانيه خالص، لان الكلام ده منتشر عندنا هنا حوالينا كتير. فاحنا دلوقتي مش عارفين والله الحل ايه. يا ترى احنا مثلا لما ننقل المدرسه الجديده دي او المحافظه الجديده برضه هيحصل نفس الكلام، ولا هيبقوا مدرسين محترمين زي اللي احنا متعودين عليهم، ولا ايه بالظبط؟ يعني انتوا يا ريت تقولوا لنا ارائكم في الموضوع ده. كانت المدرسه دي المفروض نعاقبها فعلا، نروح للاداره ونعملها مشكله، ولا نقبل كلام المدير ان هو قال لنا خلاص معلش وهو حل؟ يعني مجرد اعتذار، مجرد مثلا يعني. بصوا يا جماعه، في بقى ايه حاجه ثانيه، مشكله ثانيه منتشره برضو، ان اول يوم برضو في الدراسه الواد قاعد بيكتب ورا الابله او ورا المس، وهي قالت محدش يكتب،
فهو كتب وراه، تقوم برضو واخده الكراسه مقطعاها نصين. ده كان استاذ بقى، كان مدرس مش مدرس. واخده الكراسه مقطعاها نصين، واخده القلم كسره برضو نصين، وحطيتهم في الباسكت بتاع الزباله. يعني انا مش عارفه اقول رميهم من الشباك. لا ما رموهمش من الشباك، حطهم في باسكت الزباله. يعني حرام عليك اصلا، حرام عليك. انت عارف الكراسه دي بكام؟ عارف اهله اصلا قادرين يجيبوا له الكراسه والقلم ده ولا لا؟ وانت شايف اصلا ان الادوات دي يعني كلها غاليه. يعني السنه دي الادوات المدرسيه كلها لا غاليه. بصراحه حاجه والله العظيم. حتى لو يعني هو سلوك خاطئ اصلا، يعني مش مهم في الماديات. ده مهم طبعا الماديات. حتى لو اللي قدامه ده برضه يا ستي قادر ان هو يجيب كراسه واثنين وثلاثه، برضه ما ينفعش ان هو يعامل اصل ايه، الطلبه قاعدين بيتعلموا من المدرس، بيتعلموا سلوكه. فهو دلوقتي هيعلمهم ايه غير العنف؟ ما ده عنف برضه. دي تاني حاجه. تالت حاجه برضه، مدرسه ولد بياكل كان جعان في ابتدائي، مش هقول لك في اعدادي او ثانوي، لا صغنن في ابتدائي، جاع في وسط الحصه. فالواد مش عارف حاجه، لسه سنه اولى او ثانيه، قام مطلع السندوتش لسه بيحط عليه، راح جاي واخده سندوتش مش الساندوتش، خدت اللانش بوكس، الاكل الفلانش بوكس فضته في الباسكت الزباله. يعني ده يعني سلوك بني ادم. حرام. مش هقول سلوك مدرس، لا ده سلوك بني ادم. نعمة ربنا. يعني تاخد اللانش بوكس تعينه على جنب او تعاقبه باي حاجه. يعني ينفع ان هي تاخد اللانش بوكس وتروح جايه مفضيه كله في الزباله؟ طب هو مثلا بعد كده هياكل ايه؟ يعني ده مش زي ابنها هيجوع بعد كده، وفي فسحه ولسه في يوم طويل والواد لسه ما كانش. لا هو الموضوع ليه واصلا حرام، ده ليه ليه كذا جوانب جوانب متعدده. يعني مش حكايه بس ان هو هياكل ايه. اولا هو في سنه اولى مش فاهم سلوك حاجة. خاطئ من مدرس، حرام. وهو مش فاهم. طب انت تفهميه يا حبيبي بعد المدرسه او بعد الحصه ابقى كل او انتوا تاخدوا يعني واحنا لسه يعني احنا ما بدأناش يا جماعه، ما بدأناش الدراسه وما دخلناش في الدراسه يعني جامد قوي علشان لازم التركيز بقى قوي والكلام ده هم عيال لسه اطفال. حتى لو في الثانوي ولو في الاعدادي ده هم سايبين المدرسه من كذا شهر قبل ما يجي يتعودوا على نظام المدرسه. هياخدوا وقت، هياخدوا 3 4 ايام اسبوع يعني كده يعني. فعلشان نعودهم على سلوك المدرسه حتى لو هم مش منضبطين قوي، فواحده واحده شويه شويه المدرس يحتوي الطفل، مش يتعامل معاه بعنف فقوم هو يتعامل بعنف مع زمايله والعنف ينتشر. ده مشكله مجتمع، مش مجرد ان هو المدرس والله العظيم اساس كل حاجه. لان الطفل لو حب المدرس بتبصي تحس ان هو شخصيته اقتبست من المدرس. والله بجد انا وانا صغيره كنت بحب مدرسه معينه، كنت بحس ان انا بعمل نفس حركات المدرسه، وفي طلبه كتير هو كده. اكيد هتعملي نفس يعني هما بيشوفوا المدرس بيأثر في الطفل اكتر من الاب والام. يعني هو ما يشوف المدرس كده بيعمل حاجه في الزباله، ما يتعلم العنف وهيعمل نفس الحركه اللي انت بتعملها. فيعني الرساله لكل المدرسين، اتقوا الله، اتقوا الله في العيال وفي الاهالي. يعني الحاجه دي جايه بفلوس، حتى لو انت مش عارف ربنا خالص الحاجه دي جايه بفلوس. والله الوزاره اسمها التربيه والتعليم، يعني التربيه جايه قبل التعليم. يا سيدي احنا مش عايزينك تعلمهم، احنا هنعلمهم في البيوت، بس ارجوك رجاء اللي احنا بنربيه في البيت ما تبوظهوش في المدرسه. بصوا يا جماعه، هقول لكم كمان بقى مشكله، ان في مدرسين كتير بيطلبوا من الطلبه ان هم لازم ياخدوا عندهم درس، وبيهددوهم يقولوا لهم لو ما خدتوش عندي درس انا خلاص هنقصكم في اعمال السنه وهسقطكم وكده. فقولوا لنا ايه رايكم برضو يعني حصل معاكم المواقف دي؟ اكتبوا لنا في الكومنتات، واللي عنده برضو اي مشكله يكتبها كلنا نستفاد بيها. قولوا لنا ايه رايكم في المدرسين بيقفوا في الفصل ولا لا يقولوا الطلبه الفاظ بذيئه والفاظ وحشه. ما ينفعش ان مدرس ان هو يقف وسط الفصل كده ويشتم ويعلم. يعني انت هتعلم الطلبه ايه؟ المهم دلوقتي وصلت لاخر الفيديو، فياريت لو عجبكم ما تبخلوش بقى باللايك واشتراك جميل كده عشان اوصل 1000 ان شاء الله. والله ما كنتش حابه اقول كده، بس هي دي المشاكل اللي واجهتنا، وربنا بقى